بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، أصدقائي الأعزاء، مساء الفل على حضراتكم. أولا جمعة طيبة على حضراتكم، جمعة خير ورزق وبركة يا رب، وربنا يتقبل منا دايما ومنكم صالح الأعمال. خلينا النهارده نروح لأخبار نادي الزمالك، والأخبار اللي عندنا كواليس كتير مرتبطة بمباراة الفريق بكرة إن شاء الله مع غزل المحلة اللي جاية بعد طبعا السقوط المدوي في مباراة القمة بالخسارة بهدفين مقابل هدف. الخسارة اللي زعلت طبعا الزمالك والزملكاوية وجماهيره، على اعتبار انه كان خلص مباراة النادي الاهلي كان هيسبق بفرق كبير، وكنا هنقول الزمالك بيقرب من الفوز ببطولة الدوري. النهارده الفرص موجودة لكن مش زي قبل. النادي الاهلي اصبح هو الاقرب للصدارة عن الزمالك في حال الانتصارات. حتى لو انتصر الفريقين النهارده، الزمالك والاهلي كسب برضه مباراته الجوله العاشره ومباراه الجوله ال11، هيتفوق على الزمالك بفارق نقطه. واللي بيزيد من فرص الاهلي كمان انه الزمالك هيلعب هذه المباراه وبعدين يبقى باي الجوله اللي جايه بعد استئناف الدوري، مش هيلعب الجوله ال11 هو بره الجيم، لانه ال21 فريق كل فريق بيريح اسبوع. الاهلي رايح في الجوله الخامسه اعتقد، والزمالك في الجوله ال11، وهيبقى النادي الاهلي ساعتها لو حقق انتصارين على التوالي هيبقى بيعدي الزمالك بفارق نقطه. من هنا تيجي اهميه مباراه المحله اللي مفيش فيها كلام تاني غير الفوز. اي نتيجه تانيه ده هتبقى استسلام خلاص. يعني لا قدر الله نتيجه سلبيه، خساره او تعادل، فده معناه انك بتسلم نفسك تسليم اهالي، بتخش بقى في دوامه جديده من الازمات والمشاكل. واحنا يعني عندنا مشاكل تكفي اقسم بالله فرق العالم الكبيره كلها. يعني لما نيجي نفتش كده في دفاتر احوال الانديه الكبيره، مش هتلاقي فريق في العالم بتقابله كل سنه وكل موسم نفس العقبات ونفس الازمات. بنبقى الدوري بادئ او هيبدا بعد شهر ولا اتنين، وبنبقى عارفين ان احنا رايحين لايقاف قيد، ورايحين لشكاوى في فيفا، ورايحين لازمات ماليه هتضرب الفريق ومش هيدفع الفلوس بتاعه اللاعبين. وقلنا قبل كده حمايه المشروع الجديد الزملكاوي بيحتاج راس مال وبيحتاج تغطيه ماليه. لا عندي تغطيه ولا عندي راس مال ولا عندي حاجه، يعني اللي عندي كله راس مالي هي جماهير نادي الزمالك. وجماهير نادي الزمالك عامله زي شعب مصر، لولا الشعب ده البلد دي كانت وقعت من زمان، فلولا جماهير الزمالك كان وقع من زمان. خلينا نقول الزمالك النهارده هيأدي التدريب بتاعه الاخير، وبعدين يدخل اللاعبين في معسكر مغلق لحد موعد المباراه. المباراه بكره الساعه 5 على ملعب هيئه استاد قناه السويس في الاسماعيليه. يعني بعد التدريب اليوم الفريق هيطلع على اسماعيليه يعسكر ليله واحده علشان يلعب المباراه. بالليل ان شاء الله بعد مران النهارده هيعلن الجهاز الفني التشكيله بتاعته، الغيابات واللعيبه اللي هترجع واللعيبه اللي هتغيب. ولو ان في ثوابت هنتكلم فيها دلوقتي. من ضمن الثوابت ان قائمه الغيابات هتضم 2 من اللاعبين المهمين جدا، عبد الله السعيد نتيجه تراكم الانذارات، ومحمد شحاته اللي للاسف خرج من حسابات المدير الفني. كان بيرتب يعني لحد وانا بكلمكم على انه يكون موجود في مباراه المحله حتى لو على دكه البدلاء، لكن يبدو ان محمد شحاته خرج بره الحسبه خالص وهيبقى خارج المباراه، ودي خساره كبيره. عارف يعني ايه خساره كبيره؟ يغيب عنك عبد الله السعيد ويغيب محمد شحاته، فيخليك بتبص وراك كده على البنج، طب انا عندي مين اكمل بيه؟ وهنا المشكله اللي هتقابل المدير الفني بكره. ما عندوش من المجموعه الاساسيه غير دونجا في وسط الملعب، واي لاعب هيدخل سواء في التشكيله الاساسيه او الاحتياطيه هيبقى من البدلاء، واللي هيبقى فيه نسبه ريسك واللي فيه نسبه مخاطره يعني زي ما قلت. فالوقت اللي هيغيب فيه عبد الله السعيد بالتاكيد هيحل محله احمد حمدي. احمد حمدي اول ظهور ليه يمكن اساسيا من، لو الذاكره ما خانتنيش، من يوم مباراه الكونفدراليه اللي سجل فيها هدف الفوز، ودي كانت السنه اللي فاتت، يعني من سنه ونص تقريبا. احمد حمدي ما دخلش قائمه الاحتياط الاساسي في نادي الزمالك الا مباراه بكره امام غزل المحله. يعني خلاص هو مفيش حل تاني، طبعا هيقوم بنفس الدور بتاع عبد الله السعيد. الغياب شحاته اللي الحقيقه يعني برضو عامل مشكله كبيره، وشحاته غايب 5 مباريات واظن دي السادسه على التوالي.
لمجرد شد في العضله الخلفيه او العضله الضمه، سواء الخلفيه او الضمه، ما بتاخدش كل الفتره دي الا لو كان تمزق من الدرجه الاولى، وهو ما عندوش تمزق وعنده شد. ومش فاهم ليه الشد في الزمالك الوقت بقى بياخد له شهرين 3 4 عشان اللعيب يرجع، لدرجه ان النهارده كمان عشان المدير الفني يعوض غياب محمد شحاته فاضطر يعمل ايه؟ لاول مره هيضم احمد ربيع. قبل مباراه الاهلي قلنا ربيع هينضم، ربيع اللي جاي من البنك الاهلي وكان جاي فايتر ولعيب مقاتل ولعيب واقف على رجله بسم الله ما شاء الله وعامل موسم كويس مع ناديه، وفجاه جه الزمالك دخل مستشفى الزمالك، ما خرجش منها الا في التدريبات الاخيره اليومين اللي فاتوا، والنهارده يبقى اول ظهور ليه عشان يبقى غصب عني وعن المدرب يانيك فيريرا هو لعيب بديل، ما عنديش بدلاء يعني في غياب عبد الله السعيد وغياب محمد شحاته. لا مشكله كبيره، وبالاضافه لناصر ماهر على الله حكايته. ففي النهارده مشكله في خط وسط نادي الزمالك يمكن ما قابلتوش من اول الموسم. فدي من الحاجات الثوابت المهمه جدا. مباراه بكره، وبرضه هنا انا اوجه يعني رساله لمجلس اداره نادي الزمالك. خلاص مجلس اداره الزمالك وجون ادوارد بيتفرجوا على اي مهزله بتحصل للزمالك في صمت، يعني الناس ما عندهاش استعداد تدافع عن الزمالك او مشروعه او فريقه. بمعنى لما بكره سيب كل حكام مصر ويتعين لي محمد معروف المطرود والمرفوض من قبل النادي الاهلي والمغضوب عليه واللي تجاوز في حقه محمد هاني واللي تم معاقبته عشان هاني غلط فيه، يتحط بكره للزمالك وكانك بتصالح محمد معروف على النادي الاهلي. يعني اختيار مشكوك فيه، بكره ملهاش علاقه وما كانش فيه داعي اصلا. وبعدين يروح رادد الناحيه الثانيه مباراه النادي الاهلي يديرها امين عمر. هو في ايه يا جماعه؟ انا ماليش علاقه بلجنه الحكام ولا اختيارات الراجل اللي اسمه وجيه احمد ده، انا ليه علاقه بمجلس اداره نادي الزمالك وجون ادوارد. دايما قلنا انت طول الوقت نقطه ورا نقطه هتلاقي نفسك بتبعد بعيد جدا، فخلي بالك، كن حذر. تعيين محمد معروف النهارده غير سبب غير معروف، يعني نيه غير معروف. ليه معروف؟ راجل غير مرغوب في الزمالك هو والزمالك على فكره برضه زي ما حصل مع امين عمر وكان طالبه كان رافض انه يكون متواجد، كمان الزمالك اعترض من فتره على محمد معروف انه يكون متواجد لانه برضه بيتحامل على الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. اللهم بلغت اللهم فاشهد، كلام بنقوله كتير لمجلس اداره الزمالك. وانا الفكره مش عايز طول ما انا بتكلم اقعد انتقد واقعد صوتي يعلى، لكن هي الفكره انا قاعد مستني بيصدر البتاع بتكلم، اصدر بيان يا سيدي، قول لا مش عايز، اختلف على اسماء الحكام، اطلب منهم العداله. يعني شوف نادي الزمالك خسر امام النادي الاهلي في القمه وما طلعتش اعتراضات من حد زملكاوي على حكم المباراه الاسباني اليخاندرو، الناس قبلت الهزيمه وخلاص. قبلت الهزيمه لانه ما كانش في تربص من الحكم، حتى لو في لعبه مشكوك فيها ولا اتنين مش مدبره ومش مقصوده ومش مبيته، على عكس الحكام بتوعنا. امال الانديه الكبيره بتهرب للحكام الاجانب ليه؟ عشان التربص. فاتمنى المباراه تعدي على خير. طيب عايز اقول انه لاعبو الزمالك اللي استلموا امبارح او اول امبارح الجزء الاول من مستحقاتهم الماليه، وقلت ان في مفرجه بالمبلغ اللي وفره مجلس اداره الزمالك وتم سداده كدفعه اولى. في دفعه ثانيه هتتصرف للاعبين الحد او الاثنين، خدوا وعد بده، يعني يمكن بكره ولو اتاخرت تدخل بكره حساباتهم وبعد بكره تسمع في حساباتهم يوم الاثنين. يعني كل الفلوس المتاخرات اللي كانت عامله مشكله بين الفريق وبين اداره النادي تقريبا بتنتهي. هو بس السؤال لما انا عندي، وعلى فكره الدفعه دي يمكن جهزها جون ادوارد عشان برضو الاتهام بس ما يبقاش مجلس اداره. مجلس الاداره الدفعه الاولى جهزها هشام نصر على سبيل القرض الحسن لاداره النادي، والدفعه الثانيه حضرها جون ادوارد. جون برضو عنده تعامل مادي مع المجلس وبيتحمل جزء من مصروفات الزمالك طول السنه توصل تقريبا 30% بالاضافه للارباح اللي هو الجزء اللي بياخده من الارباح، لكن عليه كمان 30% من تجهيز المبالغ دي. فالراجل مجهز للزمالك المبلغ بتاع اللي هيدفع بكره ان شاء الله عشان اللعيبه تبقى نازله مباراه المحله وهي عارفه انك خدت جزء من مستحقاتك والجزء الثاني بعد المباراه وفي مصداقيه. بس هو الفكره
ان لما انا قادر اوفر فلوس، ولما انا قادر اهو وقت الجد بدبر موارد ماليه تخليني اصرف على الفريق وادفع مستحقاتي، هو ده ما اتعملش ليه قبل ماتش الجونه؟ هو ده ما اتعملش ليه قبل ماتش النادي الاهلي؟ عشان كده لما حمل جون ادوارد ومجلس الاداره مسؤوليه الخساره من الاهلي والتعادل مع الجونه، ما حدش يراجعني. انا قلت ما تخليش جنيه عليك، وهنا صوتي كان قد كده، وقلت قبل مباراه الجونه، واعترضت جدا على البيان الهزيل اللي نزل من مجلس اداره الزمالك اللي بيشكر فيه اللاعبين على ان هم بيلعبوا وما بياخدوش فلوس. ما حدش في الدنيا بيعمل كده. انت تروح له الاوضه تعتذر له وقول له ان شاء الله بعد الماتش فيه، لكن مش على الملأ. بعترف ان انا عاجز وبقول له معلش اتحمل وكمل من غير فلوس. ما ينفعش يا جماعه، دي كانت غلطه كبيره جدا. عشان كده الكلام ده لو حصل قبل الجونه وقبل الاهلي ربما كانت اتغيرت النتائج. المود بتاع لاعب كره القدم بيتغير جدا لما بتديله المستحقات بتاعته، ينزل الملعب ياكل النجيل. انما يبقى جاي من بيته متقاعس وانت اصلا ما بتسددوش مستحقاته، ما عندوش فلوس لالتزاماته ولا لحياته اليوميه ولا البتاع، طب يبقى ازاي نازل وهو كله تركيز؟ ازاي يبقى عنده شغف ورغبه؟ انا بقول لحضراتكم اهو، شوفوا المستوى اللي كان عليه لاعبي نادي الزمالك في الجونه ثم مباراه الاهلي، وقارنوا بين المستوى ده برغم الغيابات المؤثره جدا اللي ممكن ينضمهم بزيرة على فكره، ودي هتبقى صدمه، لان الراجل عنده حاله ارهاق يعني، او حاله مش ارهاق، حاله زهق، حاله قرف بعد اللي حصل من القمه، لانه برضه خد رصاصه في دماغه، ما كانش متصور الامور هتبقى كده. شاف رده الفعل الجماهيريه والبتاع، طبعا هو لعيب جاي بيحب يكسب. طيب تعالى بقى لما قارن برغم الغيابات دي، قارن بين المردود اللي هتلاقيه امام المحله، انا بقولها مقدما اهو، وبين المردود الفني والمعنوي والنفسي اللي كان فيه اللاعبين سواء امام الجونه او امام النادي الاهلي. هتلاقي الفرق كبير جدا جدا جدا. فبرضه صرف المستحقات في التوقيت ده اعتقد برضه في صالح الفريق بشكل كبير. زي ما قلت قبل ما اروح لخبر تاني عندي، والله عايز اتكلم عن حاجه مهمه جدا برضه. انا طول الوقت لما الزمالك تعاقد مع عبد الحميد معالي المغربي، كل الصحافه المصريه والمغربيه كانت بتتكلم على انه واحد من فلتات الكره المغربيه، واحنا اتفقنا وقلنا انه لعيب موهوب وكل حاجه، ولكن لسه ما قدمش اوراق اعتماده في الزمالك. بالمناسبه يعني مش عايزين نهول بقى من كل لاعب واي حد يدي، لانه اللعيبه اللي قعدنا نطبل ليها ونزمر ليها قدام النادي الاهلي يمكن هم اللي خذلونا. مش عايز اقول اسماء، ولو مصرين اقول اسماء هقول بقياده بزيره ومحمود بن طايق، من ابرز الناس اللي كانت سيئه جدا. بن طايق كان في شارع عنده من محمد هاني ومن طاهر محمد طاهر والشحات لما نزل، كانت نقطه ضعف الزمالك في دفاعه. هو الراجل ده عمل مشاكل دفاعيه بالجمله، وهو اكتر واحد بيتدلع من جماهير نادي الزمالك، اكتر راجل عنده دراويش من جماهير نادي الزمالك. واللاعب الثاني بزيرة لعيب طبعا حدث ولا حرج، مش بقلل منه، هو لعيب جدا جدا وامكانياته رهيبه. يمكن المشكله كانت في المدرب مش في اللعيبه اكتر يعني. انا عارف تحركات كانت غلط، تمركز كان غلط، خطه اللعب ما كانتش واضحه، فبالتالي مش هحمل اللعيبه كل حاجه. لكن في مباراه تقيله زي الاهلي يطلع اللعيب اللي زي بزيرة مفروض انه يتحمل مسؤوليه ويحول المباراه. مش استنى لما ينزل واحد اسمه حسين الشحات ما بيلعبش كوره بقاله 12 سنه وينزل يغير الجيم ويكسب النادي الاهلي ويخرج ويتطاول ويطلع كمان يركبك معنويا، لانه لعيب اسف في اللفظ سفيه ما عندوش حد بيقول له عيب. فده ليه؟ لانك تهاونت، لان بن طايق كان في وادي وبزيرة وكل اللعيبه، عبد الله السعيد كان بعيد عن مستواه، كل اللاعبين كانوا بعيد عن مستواه، واصابه الدباغ عملت الدربكه دي. عموما زي ما بقول لحضراتكم بكره ان شاء الله امام المحله، انا اتصور الزمالك هيكون في مستوى افضل. ارجع تاني لموضوع عبد الحميد معالي واقول اللاعب ده لما تعاقد مع الزمالك اتقال واشيع ان واحد من نجوم الكره المغربيه الصاعدين بسرعه الصاروخ. نفاجئ ان اللعيب مش موجود في كاس العالم. يعني هو اوريدي كان ضمن منتخب المغرب تحت 20 سنه والمغرب مكسر الدنيا. فين يا اخوانا عبد الحميد معالي؟ عبد الحميد علي مش موجود. طب مين اللي قال انه نجم المنتخب؟ هو مش كله لعب مباراه نقول ان هو النجم الاول وهو منقذ منتخب المغرب وافضل لاعب تحت 20 سنه؟ الراجل ما كانش موجود. برضو كلها امور بتقول انه
احنا بنعمل بروباجندا على صفقات، ما بقولش ان اللعيب سيء، بس برضه لعيب على قد الايد يعني. ما جبتش مارادونا، لعيب مقبول عادي يعني، ما هوش مؤثر قوي. لعب مع الزمالك مش هيضيف قوي، غاب عن الزمالك مش هيسيب اثر. على عكس مثلا بن طايق، او انا بقطع في بن طايق، بس لما بيكون في مستواه وسع، لما بيغيب بيبقى ثغره. لا لحد دلوقتي في لعيبه ما شفتش بركاتها يعني. ما شفتش شيكوبانزا برغم غيابه 3 4 مباريات بسبب التمرد وبسبب الفلوس والمستحقات، بكره تلاقوه رهوان بقى في المحله. ما شفتش مثلا لسه بركات للراجل ادم كايد، خد فرص، لو انا خدتها انزل العب كوره. اللي نطق معايا هو بيزيرا والراجل عدي الدباغ، الصفقتين دول اللي زي الفل من كل الفيلم القديم، ومعاهم عمرو ناصر. واتمنى في الطريق يبقى احمد شريف ياخد فرص ويظهر بشكل كويس. لكن طبعا احنا بس مش عايزين نوصل اللعيبه المستويات ويجوا عند الماتشات الكبيره ونلاقي نفسنا متغطين بهوا. طيب انا بعتبر على فكره مباراه بكره انضمام احمد ربيع مكسب كبير جدا جدا للزمالك. واحد من اللعيبه القليلين اللي انا بقول اهو من بدري ان شاء الله يبقى اضافه للزمالك. لعيب ناقص في الحته دي، عشان كده اتمنى يدخل بقى بسرعه. مش عايز يعني يقعد على الدكه كمان 3 4 مباريات عشان يشوفوا 5 دقايق. النهارده الظروف مهيئه انه يظهر، سواء في شوط اول او في شوط تاني. عندك وسط الملعب تقريبا كله غايب، لعيب عنده روح، عنده حماسه، عنده كره حلوه، عنده تمركز كويس، لعيب متحرك، لعيب كده متحرك بيملى الملعب. فاتمنى انه يكون موجود ويعوض الزمالك شويه عن الغيابات الموجوده. ده فيما يخص مباراه بكره. عايز اقول بقى على حاجه تانية قبل ما اسيب حضراتكم. الزمالك استقر بشكل نهائي على الاستغناء عن اللاعب حازم اسامه، اللاعب الصاعد. وحازم اسامه الحقيقه كان له ناس دايما بتطالب بيه، ولاعيب كبير ولاعيب مهم. الراجل اللعيب المهم ما حضرش تدريب من بدايه الموسم، زعلان من ساعه ما فشلت صفقه انتقاله لنادي فاركو. واعتقد ان الزمالك خد قرار نهائي انه هيكون واحد من قايمه هتضم 3 4 5 لاعبين هيمشوا من نادي الزمالك. ومش وقت كلام حديث عن راحلين، لكن ابرزهم اسامه، لانه تم الاتفاق خلاص ان الراجل ده بره الزمالك، لانه حتى مش ملتزم، لاعب صغير وغايب طول الوقت. وانا اتفرجت عليه الحقيقه، مش هو حازم اسامه اللي كان البعض بيرسمه على انه واحد برضه من مستقبل الكره المصريه. لا هو لعيب عادي. وانا مش هقول لاداره الزمالك هتسيبه ليه، لانه انا لو مكانهم انا مضطر استغنى عن عدد من اللاعبين. دي نقطه. النقطه الثانيه انه الزمالك بدأ في إجراءات تجهيز تسويق لمحمد عواد. محمد عواد برضو الإدارة بتعمل معاه الوقت جلسات علشان تقنعه بالرحيل، لأن أنت عارف كل ما بتجيب لاعب زي الجزيري، والمناسبة الجزيري كمان، الجزيري هيكون إن شاء الله موجود في مباراة بكرة، والنهاردة بعد التدريب هيتم إعلان اسمه لأول مرة من فترة طويلة في التشكيل. والحقيقة يعني هو علشان الظروف اللي بيمر بيها الزمالك ولاجل خبراته يستحق انه يكون موجود. سيف الجزيري برغم انه لعيب كسول ولعيب بيتدلع وبيضيع اللي ما يضيعش، لكن برضه لعيب من اللعيبه اللي عندها حلول هجوميه. برضه لاعب متحرك، لعيب عنده خبرات كبيره من جوه منطقه الجزاء، بيتمركز كويس، بيلعب برجليه الاثنين ودماغه. هو لعيب كسول، لعيب ما بيأديش طول الوقت على سطر واحد، دايما بيمشي على سطر ويسيب سطرين. وده اللي خلى اسهمه في الزمالك قلت جدا. وبرغم انه واحد من الناس، انا لسه بقول لحضراتكم في قائمه 4 5 لاعبين هيكون منهم سيف الجزيري، لان خلاص الزمالك عنده عمرو ناصر، وعنده ناصر منسي، وعنده طبعا عدي الدباغ، وعنده احمد شريف. لا بقى عنده حلول في المنطقه دي. ومع ذلك انه سيف الجزيري هيمشي في يناير، لكن هيكون موجود وهيتم الاعتماد عليه الفتره اللي جايه. بقول ومع ذلك ورغم كثره المهاجمين، في نيه عند مجلس الزمالك وعند جون ادوارد ان شاء الله في نهايه الموسم يبقى برضه في مهاجم اجنبي متميز في الزمالك، وفي جناح كمان متميز ناحيه الشمال. لانه التجربه اثبتت ان ما ينفعش اعتمد بشكل كلي على الاخ شيكوبانزا. شيكوبانزا ده اللي جاي يرقص وجاي يغني، ده مش معانا، والراجل مش مركز. وبعدين انا دايما بقول لما تبص في السي في بتاعه، هو دايما كده مع الانديه اللي لعب لها 3 4 5 شهور كبيره قوي وبيمشي. عنده مثلا 7 8 انديه في اخر موسمين لعب فيهم، فاللاعب تحركاته كتير لان مشاكله كتير.
والبروباجندا بتاعته كتير، ومن اللعيبه اللي تتاخر فلوس يوم هتلاقيه تاني يوم قاعد في بيته، اليوم التالت يقدم فيك شكوى. هي في لعيبه كده عاليات احترافيه حقهم الاول. على فكره انا مش ضد ده، انا ضد ان اجيب لاعب اجنبي وابقى عاجز عن سداد مستحقاته. والحقيقه انا مش عارف بقى لحد امتى هنقعد نتكلم عن الفيلم ده. تعبنا والزمالك تعب وجماهيره تعبت، يعني ارجوكم نشتغل للزمالك شويه، نجهز مستحقات اللاعبين بس فقط، واعمل في النادي اللي انت عايزه. طيب، فخلينا اقول انه الاستغناء عن عواد كمان، البعض طبعا هو ضده وشايف انه مجلس الاداره بيحاول بقى يسوق عواد ويبيعه عشان يصرف بيه على فريق كوره. وخلي بالكم انا لا استبعد هذه الافكار، يعني انك تبيع لاعب واثنين عشان تصرف على باقي الفريق، ودي مشكله. نادي الزمالك هيتخلص من نجومه علشان يقدر يدفع مرتبات. طب ده شهر في شهر في موسم، طب بعد كده؟ طب لو موضوع الارض طول شويه، البدائل اللي عندنا ايه؟ انا الكلام لمجلس الزمالك، انت عندك ازمه الارض ويمكن ما تلاقيش مؤسسات كتير بتساعدك. طب البديل ايه؟ لازم اكون عندي يعني بلان ايه وبلان بي، خطه اولى وخطه ثانيه. طب لو ما عنديش اولى ما عنديش ثانيه، يبقى ما عنديش اولى، طب انا لا اولى ولا ثانيه، طب انا هدير النادي ازاي؟ طب انا هعمل ايه؟ هواجه ازاي الازمات والمشاكل؟ انما مش كل ازمه بدور على حد اقترض منه وياخد ورق على النادي بفلوسه، وبعدين اقترض من واحد تاني وياخد ورق، وافاجئ بعد المجلس ده ما يمشي ان اللي كله بيرفع قضايا لحجز على ارصده النادي في البنوك وفي البتاع عشان مستحقات موجوده. الزمالك ما ينفعش يمشي بالطريقه وبالاسلوب ده. مجلس الزمالك مالكش علاقه بفريق الكوره، ركز في ازاي ادبر موارد ماليه تطلع الزمالك من الخنقه اللي هو فيه. والموضوع ده اتكلمت فيه اكتر من مره، لكن برضو انا حريص لان عارف انه كره القدم تجاره الاول وبعدين صناعه. يعني لو ما عنديش اللعيبه الفلوس اللي اقدر اسددها لمستحقات لاعبين وجهاز فني، مش هطالبه ببطوله، مش هيصنع لي بطوله. فيا رب الكلام ده يكون بقى، يعني الزمالك حان الوقت ان يبقى عندنا حلول طويله مش مسكنات. بشكر حضراتكم ودايما نلتقي على خير.